هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم طيبين. طبعا اليوم وصفتنا البرياني على الطريقة العراقية. بنات مثل ما تشوفون، سهمكم العافية، لا تنسونا باللايك والاشتراك حتى نستمر. مشاهدة ممتعة. بنات بدأ نشف المي مالته، راح اضيف الفستق والكشمش والبوتيتا عليها وابدي اقلبه. هنا بنات بديت اقلي البوتيتا. طبعا هنا الكشمش عندي او عندي فستيق مثل ما تشوفون حبايبي، وخليت قطعة واحدة ماجي. طبعا عندي بهارات مال كبسة وعندي كركم هم ضفت لها مثل ما تشوفون حبايب. قليت البوتيتا طبعا اول شي وضفت الفستيق. انص شوية جوا، يعني النار هادئة حتى ما يحترق عندكم مثل ما تشوفون حبايب. هاي نتيجة القلي. وعندي لحم طبعا سلقته وهم قليته بالدهين مثل ما تشوفون حبايب، واضيف الشعرية حسب الرغبة اللي يحب. هنا هاي الكمية الشعرية طبعا بديت اقلي بيها مثل ما تشوفون حبايب. راح اقليها لحد ما تصير لونها اشقر مثل ما تشوفون حبايب. اظل اقلب بيها حتى ما تحترق عندكم. هنا شو هذا اللون اللي اريده اني حتى اضيف عليه التمن مثل ما تشوفون حبايب. ظلين تحركين بيه على راحتك واضيف التمن عليه. هنا عندي هذا اللحم ضفته قبل لا اضيف التمن عليه، بعدين ضفت التمن عليه. طبعا التمن اني منقعدته لمدة ربع ساعة تقريبا، قلاصين ونص هنا. واضيف عليه المي ومليح والبهارات مثل ما ذكرت لكم بالبداية، كركم وبهارات مال كبسة او بهارات مال برياني حسب ما تحبون انتو. هاي كمية الماء ضفت لهي مثل ما تشوفون حبايب. هنا بعد ما نشف الماء وضفت هنا بنات ضفت الفستق والكشمش والبوتيتا واخلطها سوية واقلب بيه. خليه على كلش نار هادئة حتى ما يحترق عندكم. وهنا قدمته. الف عافية، يعطيكم العافية.